ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو اخبار جديد. وكالعاده فيديو اخبار، يعني احنا النهارده معانا اخبار قويه جدا. والنهارده احنا معانا 5 اخبار. اول خبر من وي وتعديل كده عملوه في الباقات الجديده لتاني مره. تاني خبر من وي برضو تعديل عملوه على السوفت وير بتاع الراوترات، فده خبر مهم جدا لو انت بتستخدم الراوترات اللي اتعمل لها ابديت للسوفت وير ده. وعندنا بقى اخبار مهمه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكمان عندنا اخبار عن تعديل حصل في الواتساب كل الناس كانت مستنياه ودي حاجه قويه جدا. واخبار من تويتر عشان تويتر يا جماعه اسمه هيتغير. فبالتاكيد طبعا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه قبل ما نبدا علشان يوصلك كل جديد. تعالوا نبدا باول خبر، وهو ان في تعديل حصل لتاني مره على الباقات الجديده بتاعت شركه وي. لو تفتكروا من فتره قصيره وي اطلقت باقات جديده اسمها وي سونيك، والباقات دي موجهه لناس معينه. كل فكرتها ان هي هتديك نفس عدد الجيجات مقابل نفس السعر اللي انت هتدفعه في ال 30 ميجا، ولكن هنا بسرعه بتوصل ل 80 ميجا في الداونلود و25 ميجا في الابلود. من ضمن الباقات الموجهه لناس معينه باقه اسمها جيمرز، دي من اسمها كده موجهه للجيمرز، ولكن المشكله ان هي ما كانتش بتضم الحاجات الاساسيه اللي الجيمرز بيستخدموها. يعني هي كانت بتضم الالعاب اللي هي على الموبايل وانت بتلعب بقى اي لعبه على الموبايل، وهي بتعمل داونلود من جوه اللعبه نفسها حتى مش من البلاي ستور او الاب ستور. ممكن كمان البلاي ستيشن والستور بتاع البلاي ستيشن والالعاب بتاعت البي سي، ولكن الالعاب اللي هي بيبقى ليها ستور خاص بيها او بتعمل داونلود من جوه اللعبه نفسها. انما منصات قويه جدا اللي كل الناس بتستخدمها تقريبا زي ستيم واوريجين وايبك والحاجات دي ما كانتش موجوده، واللعبه او الباقه ما كانتش بتدعم المنصات دي. فبالتالي الباقات دي زمان ما كانش يعتبر ليها اي لازمه بالنسبه للبي سي جيمرز، لان هم كل استخدامهم مش من ضمن الباقه وبيتحسب بقى عليهم الجيجا بالضعف وحوار غريب كده. بس لو تفتكروا حصل تعديل على باقات الجيمرز واتكلمنا عليها برضو في فيديو اخبار قبل كده، ان تم اضافه منصه ستيم من ضمن الباقه علشان الاستخدام بتاعك بقى يبقى من الاستخدام بتاع الباقه ويستخدم الجيجا باتنين، يعني كل 2 جيجا تستخدمهم تقسم جيجا واحده بس من الباقه عشان توصل لقدره الباقه كلها اللي هي ال 500 جيجا. ولكن برضو كان يظل في باقات او في منصات مش موجوده، يعني حاجات زي ايبك، حاجات زي بليزرد، حاجات زي يو بلاي، حاجات زي اوريجين، الحاجات دي كلها برضو مش موجوده في الباقه. ولكن حصل تعديل تاني على الباقات بتاعت شركه وي عشان يتم اضافه بعض المنصات زي ما ستيم كده اتضاف، وفي منصتين اتضافوا دلوقتي وبقوا من ضمن الباقه والباقه دي بتدعمهم زي مثلا ايبك جيمز وزي يونيتي انجن. يظل في منصات مهمه برضو لسه مش موجوده زي ما قلت لكم في اول فيديو زي اوريجين ويو بلاي وبليزرد، واكيد في حاجات تانية الجيمرز يعرفوها انا ما اعرفهاش لان انا مش جيمرز. بس اتمنى الفتره الجايه زي بقى ما بيتم كده اضافه كل فتره منصه، اتمنى بقيه المنصات دي كلها تتضاف. وانا اعتقد بما ان هم شغالين فيهم كده واحده واحده، فكل المنصات اللي الجيمرز بيستخدموها هيبقوا من ضمن الباقه دي، بحيث ان الجيمرز يقدروا ياخدوا سرعه 80 ميجا داونلود و25 ميجا ابلود لو اشتركوا في الباقه ديت، ويدفعوا نفس الفلوس تقريبا اللي كانوا بيدفعوها في سرعات 30 ميجا. لكن لو انت اصلا استخدامك مش جيمنج او استخدامك ملوش علاقه بالحاجات اللي بتقدمه الباقات الجديده بتاعت سونيك، فخليك في النظام القديم لان هو هيبقى افضل بالنسبه لك. تاني خبر معانا بقى النهارده هو تحديث حصل على راوترات شركه وي وشال ميزه تحديد السرعه من الراوترات ديت موديلات زي اتش جي 630 واتش جي 633 ودي جي 8045. لو تفتكر زمان كنت انت لو دخلت على اي راوتر من الراوترات ديت دوست على انترنت هتلاقي عندك حاجه اسمها باندوث كنترول، وكنت ممكن تدوس عليها وتخش تلاقي عندك كده خانه تكتب فيها سرعه الابلود اللي انت عايزها، وبالتالي كانت سرعه الابلود بتتحدد عندك. ايه ده انيس انت قلت ابلود؟ يعني الراوترات دي كانت بتحدد الابلود بس مش الداونلود. والناس بقى كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخنق الابلود زياده عن اللزوم، يعني مثلا يعمل ابلود 30 كيلو او 50 كيلو او 100 كيلو عشان يخلي الداونلود بطيء جدا، فما يقدرش يوصل مثلا غير ل 4 أو 5 ميجا بس، لان احنا طبعا عارفين الانترنت داونلود وابلود، فانت لو خنقت الابلود هو مش هيقدر يبعت داتا عشان يستلم داتا، فالداونلود بيتخنق معاه. ولكن دلوقتي لو دخلت على اي راوتر من الموديلات ديت فانت هتلاقي الباندوث كنترول ما بقتش موجوده واختفت من الراوترات تماما. وعلى فكره شركه وي بتقدر ان هي تعمل ابديت للسوفت وير بتاع الراوترات من عندها. موضوع ان هي اختفت فجاه ده سبب مشكله لناس كتير، اللي هو اصلا الناس اللي كانت عامله ليميت للسرعه ودلوقتي مش عارفين يشيلوا الليميت، هو بس الزرار اتشال ولكن التحديد لسه ما زال موجود، فلازم الناس دي كلها تعمل ريسيت للراوترات من الاول علشان بقى يتشال التحديد اللي هم كانوا عاملينه ده. طب ليه اصلا الموضوع اتشال وليه تحديد السرعه اتشال؟ لان ده اصلا ما كانش تحديد سرعه مظبوط، يعني ان انت تحدد الابلود وتخنق الابلود جامد عشان الداونلود يقل، فانت حرفيا بتموت الانترنت. وكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلت لكم يا جماعه في طرق كتير جدا تقدر تلمت بيها السرعه احسن 100 مره من العك اللي موجود في الراوترات بتاعت هواوي ده، ان انت تلمت الابلود فتخنق الداونلود فالانترنت اصلا عندك يموت، ما تعرفش تعمل اي حاجه على الانترنت، اي حد يفتح اي حاجه وانت بتعمل اي حاجه الانترنت عندك بيموت. واحسن حل احنا اتكلمنا عليه في فيديوهات قبل كده كتير عشان تعمل ليميت للسرعه، انت تجيب اي راوتر تاني رخيص و200 جنيه 300 جنيه وتركبه على الراوتر الاساسي بتاعك وتسيب الراوتر الاساسي انت شغال عليه في الحاجات المهمه، والراوتر التاني ده يبقى الراوترات اللي بتبقى فيها تحديد سرعه اصلا، تخش تحدد بقى الموبايلات الموجوده في البيت او الموبايلات اللي مش مهمه عشان ما تاثرش عليك وانت بتستخدم الانترنت. الخبر اللي بعد كده بقى هو من الجهاز
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطبعا كلنا عارفين ان التوقيت في مصر اتغير وبقى بالتوقيت الصيفي، فبعض كده من المواعيد اتغير، فعلشان كده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعلن عن اوقات العمل الصيفيه اللي بينافس بيع مقدمي خدمات الاتصالات اللي هي الفروع يعني بتاعت الشركات. المواعيد طول ايام الاسبوع اللي هو طبعا ما عدا الجمعه والسبت هتبقى من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 10:30 مساء، ويوم الخميس هتبقى من 9 صباحا لحد 11:30 مساء، ويوم الجمعه هتبقى من 3 عصرا لحد الساعه 11:30 مساء. طبعا المواعيد دي لا تنطبق على الفروع اللي بتبقى موجوده في المواني والمطارات، دول ليهم مواعيد معينه طبقا للمكان اللي هم موجودين فيه. المواعيد دي تنطبق على كل الفروع اللي هي بقى بتبقى منتشره في الشوارع. تعالوا بقى نروح على الخبر اللي بعد كده، وده خبر يا جماعه جامد جدا. اخيرا واتساب تعلن رسميا دعم استخدام حساب واحد على عده هواتف. انا من ضمن الناس اللي كنت بعاني حرفيا، اللي هو انا اصلا بستخدم اكتر من جهاز ومحتاج ان انا احط الاكونت بتاعي على موبايلين على الواتساب عشان اعرف ارد من هنا، او لو معايا الموبايل ده ارد من الموبايل التاني. بس ما كانش ينفع زمان، دلوقتي الموضوع بقى ينفع، وتقدر ان انت تشغل حساب واحد على 4 موبايلات في نفس الوقت. طبعا احنا عارفين ان احنا كنا ممكن نشغله على ديسكتوب مع الموبايل، انت تشغله مثلا على البي سي بتاعك، تشغله على اي براوزر عادي ويشتغل حتى لو الموبايل مش شغال. الموضوع ده كان حصل من فتره، ولكن ان انت تشغل على موبايلين مع بعض في نفس الوقت عن طريق الابلكيشن بتاع واتساب نفسه، فدي ما كانتش موجوده، لكن دلوقتي هتبقى موجوده. طبعا الموبايلات كلها اللي مربوطه بنفس الاكونت هتبقى مربوطه بالواتساب بشكل مستقل علشان يضمن ان الرسائل دي هتبقى مشفره تماما بين الطرفين، والموضوع يبقى امن جدا. كمان المهم جدا في موضوع الامان ده ان اي جهاز انت مش هتستخدمه لفتره طويله هيعمل تسجيل خروج بشكل تلقائي. الميزه دي هتكون موجوده عند كل الناس قريب جدا في خلال اسابيع زي ما شركه ميتا بتقول، وانا بصراحه متحمس جدا. يعني خطوه زي كده كانت لازم تبقى موجوده من زمان. انا اصلا عشان كنت اشغل الاثنين مع بعض في نفس الوقت كنت مضطر ان انا افتح براوزر على الموبايل التاني، فالموضوع كان معقد جدا، انما دلوقتي دي حاجه تبقى قويه جدا. تعالوا بقى نروح على الخبر اللي بعد كده، وده خبر غريب جدا. انا لما شفته كده اتخضيت، بس طلع مش زي ما العنوان بتاعه بيقول. الخبر بيقول ان تويتر هتعلن رسميا تغيير اسمها الى اكس كورب. طبعا احنا عارفين ان من ساعه ما ايلون ماسك اشترى تويتر والدنيا اصلا ملخبطه واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. طبعا انا اول ما قريت الخبر كده من العنوان فكرت ان الابلكيشن نفسه بتاع تويتر هيتغير، او الاسم نفسه واللي احنا بنستخدمه ده مش هيبقى موجود وهيبقى اسمه اكس كورب زي ما الشركه اعلنت، ولكن طلع الموضوع مختلف شويه. يعني الموضوع هيبقى عباره عن ان انت الابلكيشن عندك هيبقى اسمه زي ما هو تويتر وكل حاجه، ولكن اكس كورب دي هتبقى هي الشركه الاساسيه المالكه لتويتر، وهيبقى فيه بقى حاجات غير تويتر تحت الشركه دي، زي مثلا ما الفابيت عملت لما كانت جوجل الاول، بعد كده بقت الفابيت وتحتيها جوجل، بعدها بشويه ميتا تحتيها فيسبوك وانستجرام ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فهي نفس الفكره، يعني انت كمستخدم تويتر هتلاقي الاسم موجود زي ما هو ما فيهوش اي مشكله، ولكن الشركه هيبقى في شركه بس هي اللي مالكه او هي المتحكمه، ما اعرفش بيسموها ايه. ولكن لو كان اسمه اتغير لاكس كورب ده كان هيبقى رخم قوي بصراحه. يعني هو اسم تويتر جامد جدا وهو اللي لايق عليه فعلا، يعني تويتر تويت، الرسمه، اللوجو، الحاجات دي كلها دي حاجه ما ينفعش تتغير يعني. وبس كده احنا خلصنا ونكون اتكلمنا عن كل الاخبار المهمه جدا اللي معانا النهارده. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، تنزل تشترك في القناه عشان يوصلك كل الاخبار الجديده، وتابعنا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان برضو يوصلك كل الاخبار وكل الحاجات الجديده. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit